السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ اهلا بكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهاردة جديد كده وجديد من نوعه. يلا يا حبايب قلبي كده شجعوني كده، وما تنسوش يا حبايب قلبي اللايك والكومنت الجميل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وانا بشكر كل اللي بيتابعني، وبقول لكم تابعتكم دي على راسي من فوق، وبقول لكم صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح بصوا صباحكم زي اللبن الحليب. النهارده فيديو النهارده كده جديد وجميل. وبصوا عشان ما اطولش عليكم، يعني فيديو النهارده عبارة عن تغيير بقى كده. فيديو النهارده بقى ممبار و... ولحمة، يعني حاجة بصوا يعني حاجة جميلة كده. يلا يا حبايب قلبي هنبدأ مع بعض كده. نبدأ وصفتنا النهاردة. طبعا بصل كتير يعني محشي بقى وحاجات من دي، ومش هيصاكوا بقى كده. معانا كده راس توم، ومعانا كمية البصل الحلوة دي بالشكل ده كده اهو، ومعانا فلفل رومي احمر، ومعانا اصفر، ومعانا اخضر. يعني ايه الالوانات كلها، مش حارماكم من حاجة اهو. ومعانا كده الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ومعانا كده الممبار بتاعنا مغسول كده وفله شمعة منورة. بصوا حاجة فاخر من الاخر اهو زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو. يلا بقى اللي قاعد مكسل كده يقوم يلا يعمل حاجة كده تشجع كده اهو. شفتوا الممبار بتاعنا؟ شفتوا الجمال والحلاوة؟ قمر ازاي. طبعا احنا جايبينه من عند الجزار، ومنضفينه وغسلينه جدا بقى، ونقعينه بليمون وميه وملح وخل وحاجات من دي. ودي اللحمه بتاعتنا. طبعا جوزي يا جماعه راح اشترى اللحمه فما جابهاش حمرا، جابها ملبسه. يلا يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك، ودعوه حلوه من قلبكم كده ليا، عشان انا بتشجع بيكم جدا، وتشجيعكم ده على راسي من فوق. وعايزه اقول لكل اللي بيتابعني وبيشجعني يعني ايه، تابعوني كده للاخر، وكل اللي مشتركش معايا يشترك في القناه. يلا يا حبايب قلبي بقى هنقشر بقى كميه البصل بتاعتنا الحلوه دي، وهنقطع الخضار بقى بتاعنا بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. وهنرجع لبعض بقى، هنحط الميه للحمه، ميه سخنه كده على النار للحمه اهو بالشكل ده كده. حطينا حله ميه بتغلي كده على البوتاجاز، وهنسيب طبعا المية لما تغلي عشان ننزل بقى فيها اهي. المية بتاعتنا بدأت تغلي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. هنسمي بالله كده بسم الله، وهنحط اللحمة بتاعتنا. كمية اللي هننزل بقى بكمية اللحمة بتاعتنا كلها. يلا يا حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتشجعوني كده اهو. بننزل بقى باللحمة واحدة بواحدة كده لغاية لما كمية اللحمة بتاعتنا تخلص. طبعا في ناس يا حبايبي بيستصعبوا الممبار، بس هو بصراحة يعني ايه، مش بياخد يعني وقت كتير ولا حاجة. وكده بعد ما قطعنا بقى كمية الخضار بتاعتنا اهو. معانا كده حزمة شبت على كزبرة، يعني ايه، ربطة كده شبت على كزبرة اهو. الكمية كلها اللي احنا اشتريناها بالشكل ده كده اهو. طبعا غسلنا الشبت والكزبرة بتاعنا كويس جدا، ونقعناه في ليمون وخل اهو. ومعانا كده بقى البصل بتاعنا قطعناه بالشكل ده كده. هنحط بقى البصل بتاعنا في الكبة، وطبعا قشرنا التوم اهو. وهننزل بقى بعد ما نزلنا بالبصل، هننزل بالثوم بتاعنا بالشكل ده كده اهو. يلا تشجيعكوا ليا يا حبايب قلبي. وقطعنا برضو الفلفل الالوان، بصوا مش حرماكم من حاجة، احمر واخضر واصفر يعني ايه، كل الالوان اهو. هننزل بالاصفر
عشان نعمل بقى تسبيكة محشي. بصوا يعني ريحتها تبقى لازما جايبة لاخر الشارع كده. اهو ننزل بالاخضر كمان بكل كمية بقى البصل والخضار اللي معانا اهو، وهنضربهم بقى كويس في الكبة. هنقفل الكبة بقى حلو كده عشان تشتغل معانا اهو. كده بقى الخضار بتاعنا بيتفرم في الكبة زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. طبعا مش هننعمه قوي كده اهو. ونزلنا بقى في صينية وحطينا فيها بقى معلقتين زيت ومعلقة سمنة، ونزلنا بقى بكمية الخضار بتاعتنا اهو بالشكل ده كده اهو. وهنشوح بقى الخضار بتاعنا اللي احنا نزلنا بيه على الزيت والسمنة، اللي هو البصل والفلفل والحاجات، بعد ما ضربناها في الكبة كده. وبعد كده هننزل الطماطم. طبعا الطماطم دي يا حبايب قلبي انا كنت مفرزاها ومطلعاها من قبلها تفك شوية عشان ما اطولش عليكم طبعا الفيديو اهو، وعشان يعني ما نفضلش يعني كتير نعمل كتير. وادي اللحمة بتاعتنا يا حبايب قلبي بالشكل ده كده اهو. هنشيل طبعا الريم اللي عليها اللي هو اللي بيبقى ابيض كده وهنسيب. وبعد ما شلنا الريم بتاعها اهو هننزل بالبصلة، بصلة صحيحة كده اسمنها. وهننزل بقى بطماطم وثلاث فصوص من الثوم. وهننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن قرنفل وقرفة، قرفة اللي هي السيجار دي، وورق لورو بالشكل ده كده، وحبهان. يعني المنكهات بتاعت اللحمة بتاعتنا عامة يعني الموجودة عندكم بقى والمتوفر واللي انتوا بتحبوا تحطوه. يعني هتنزلوا بقى بالبهارات بتاعتها كده. وكده اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اللهم بارك بسم الله ما شاء الله اهي بالشكل ده كده. جميلة ازاي اللهم بارك جميلة اهي. حطينا لها المنكهات بتاعتها وسيبناها كده اهو بالشكل ده كده يا حبايبي اهو. كده اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة، بس يعني هي هتستوى بقى بس معانا اهو. هنغطي بقى طبعا اللحمة بتاعتنا اهو وهنسيبها بقى تستوى براحتها. وهنرجع بقى نعمل مع بعض اهو. دي التسبيكة بتاعت الممبار بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده اهو. حطينا بقى خرطنا الخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن كزبرة وشبت، حزمة الشبت والكزبرة بتاعتنا. وبعد كده يعني كانت التسبيكة اتسبكت معانا شوية، وبعد كده حطينا عليه الرز بقى اهو بالشكل ده كده اهو. كده بقى خلصنا يا حبايب قلبي، ما عادش ورانا اللي هنحشي الممبار بقى بتاعنا. يلا بقى يا حبايب قلبي قوموا تشجعوا كده واعملوا مثلا اللي وراكم، ونشجع كده عشان نعمل اكل سريع بقى يدفي في الشتاء كده. وطبعا على قد ما الممبار بياخد غلبة برضو وكلام من ده، بس هو بصراحة على قد الغلبة بتاعته على قد اللي هو بيبقى طعمه جميل اهو. وقلبنا بقى الممبار بتاعنا بالشكل ده كده. قلبنا يعني معلش اسفل الخضار والرز والحاجات قلبناها. انا كنت سايباها شوية عشان كانت الصينية بتاعتنا كانت سخنة قوي، فكنت سايباها لما تهدى شوية. وبعد كده هنقلبها بقى. طبعا الصينية بتاعتنا سخنة قوي طبعا، جاية نازلة من على النار طبعا سخنة. هنفضل بقى نقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان خاطر الصلصة طبعا بتاعتنا. وطبعا والله هي الطماطم بتاعتنا كانت حمرا وكده، بس الكاميرا هي ظالمة اللون بتاعها كده.
وهنحط بقى عليها البهارات بتاعتها، طبعا خلطة المحشي والبهارات اللي موجودة عندكم طبعا. اهو بعد ما قلبناها هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه، اهي توم باودر وبصل باودر وبابريكا ومعلقة قرفة ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة توابل محشي خلطة محشي ومعلقة نعناع كده ناعم، اللي هو نعناع ناشف يعني بيخلي المحشي بصراحة بيوديه في حتة تانية، وبصراحة جميل جدا. اهو هننزل بكل البهارات بتاعتنا زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده بالشكل ده كده اهو، وهنقلب برضو وهنحط طبعا هنظبط الملح وهنظبط الملح بقى بتاعنا. اهي شفتوا بقى الخلطة بتاعتنا، بصوا تحفة، وهم لو جربتوها بصراحة مش هتندموا، وهتعتمدوا الطريقة دي بصراحة جميلة جدا يعني بصراحة وهم. اهو هنقلب برضو طبعا الخلطة دي كلها تاني كده مع بعض عشان التوابل وكل حاجة تبقى واخدة من بعضها كده. اهو كده خلصنا. اهو كده الملح بتاعنا برضو. كده بقى بعد ما قلبنا الملح كده هنقلب الملح بتاعنا بقى بالشكل ده كده اهو، كل حاجة هتصبح جاهزة بقى كده بالشكل ده كده اهو. وكده هنبدأ بقى يا حبايب قلبي نسمي كده ونشتغل في الممبار بتاعنا. هنحشي كده بقى الممبار بتاعنا اهو، طبعا احنا مش بنملاه. وادي كده يا حبايب قلبي الخلطة بتاعتنا بعد ما جهزت بنحشي الممبار بالشكل ده كده اهو. بنحط بقى الصباعين بتوعنا كده وبنملى الممبار كده اهو. وطبعا مش بنحشي بقى رز كتير، مش بنكتر كمية الرز لان الرز انتوا عارفين لما بيستوى بتضاعف حجمه، والممبار بقى مش بيبقى ملان قوي يعني، بيبقى حلو كده يعني ايه عشان ما يبقاش ملان قوي والرز بقى يبقى محصحص فيه. هعمل معاكم كده واحدة تانية بالشكل ده كده اهو. طبعا اهو الممبار بتاعنا احنا بنقلبه وبنغسله على الجهتين اهو. ما شاء الله الممبار بتاعنا تحفة. طبعا بنمسكه بين الصباعين بتوعنا كده اهو بالطريقة دي كده اهو. وادي كده شكله يا حبايبي بعد ما بنحشي بقى الرز كده فيه، وبنحوش بقى اي رز فيه كده وبننضفه اهو بقى بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. اهو ما شاء الله الممبار بتاعنا تحفة ازاي. وده كده يا حبايب قلبي معانا حلة كده على النار فيها كده مية بتغلي اهو بالشكل ده كده. بعد ما المية بتاعتنا غلت هننزل بقى بالمنكهات بتاعتنا، ورق لورا وقرفة كده وعيدان قرفة وقرنفل بالشكل ده كده اهو، عشان يخلي بقى يا حبايب قلبي شكل الممبار بتاعنا يبقى ريحته حلوة كده وشكله جميل. وده اللهم بارك كمية الممبار بتاعتنا اهي بعد ما حشينا الكمية كلها اهو. ده شكل الممبار بتاعنا بعد ما حشيناه بقى وخلصناه، ما شاء الله شكله بصوا كده تحفة ازاي. هننزل بقى بالممبار واحدة واحدة عشان ما يفكش مننا، واحنا مش مالينه طبعا زي ما انا قايله لكم. انا معاكم خطوة بخطوة كده اهو. شايفين الممباراه لما بتنزل في المية وكده يا حبايب قلبي مش ملان قوي عشان ما يبقاش مثلا يطلع الرز بتاعه ويستوى. طبعا مش هنملى طبعا، مش هنملى الحلة، هنحط مثلا فيها الكمية بتاعتنا بس
اهو بالشكل ده كده. شوفوا الممبار بتاعنا مش عليه رز ولا اي حاجة، ازاي جميل كده. وهنسيب بقى بعد ما نحط الكمية كلها، هنسيب الممبار بتاعنا بقى يستوي اهو. وده بقى شكل اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت يا حبايب قلبي. شوفوا شكلها وهم ازاي جميلة ما شاء الله. وده معانا الصينية بقى، وحطينا فيها الزيت عشان بقى شفتوا الممبار بتاعنا اما استوى يا حبايب قلبي شكله جميل ازاي. اللهم بارك، شكله تحفة. هننزل بقى بالممبار بتاعنا واحدة واحدة كده بعد ما الزيت بتاعنا سخن بالشكل ده كده اهو يا حبايب قلبي. وطبعا لازم الزيت يسخن قوي عشان خاطر الممبار بتاعنا ما يلزقش ويفك مننا اهو. ما شاء الله شكله تحفة ازاي. وشوفوا حجم الممبار بتاعنا اللهم بارك تحفة ازاي. جميل كده وما هوش يعني مجعبر كده ولا كبير ولا اي حاجة. شكله بصراحة كده جميل. والممبارية صغيرة كده وحلوة. هنعمل بقى كمية الممبار اللي معانا دي كلها، هنقليها بالشكل ده كده اهو. وبعد بقى يا حبايب قلبي ما رصينا الصينية بتاعتنا من الممبار بتاعنا بالشكل ده كده اهو. شوفوا الممبار عامل ازاي ما شاء الله جميل ازاي اهو. هنقلبه بقى كده اهو، ما الممبار بتاعنا يبدأ يحمر بالشكل ده كده. هنقلبه برضو لما ياخد اللون الذهبي. وادي يا حبايب قلبي كانت وصفتنا النهاردة. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تقولولي ايه رأيكم في الممبار بتاعنا القمر ده، وقولولي بقى ايه رأيكم في الخلطة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم ونال اعجابكم، ويكون كده فيديو خفيف وسريع عليكم. شوفوا الممبار مستوي ازاي، والرز بتاعه مفلفل وحلو ازاي. وشوفوا اللحمة بتاعتنا يا حبايب قلبي دايبة ازاي ومستوية اهو بالشكل ده كده اهو. ودي كانت وصفتنا النهاردة. والشوربة بتاعتنا جميلة ازاي اهو. الممبار بتاعنا بصراحة طعمه تحفة. انا ما استنيتش لما الممبار يبرد. وبصوا بصراحة وهم اللهم بارك. الممبار بتاعنا تحفة ازاي وجميل. يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم ونالت اعجابكم. اشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد. مع السلامة، اشوفكم على خير.